أكيد غادي تكون سمعتي أولا قريتي العنوان، غادي تقول كيفاش ممكن أنني نجيب الباك ديالي في المغرب بلا مجهود. إلا كنتِ فعلًا كتعتقد أنه ممكن تجيب الباك بلا مجهود، فنقدر أنني نقول لِك ممكن، ولكن خصك شروط تكون حققتيهم. ما يمكنش في نظري أنا شخصيًا تجلس حتى الآخر ديال العام، تقريبًا دابا قرّب العيد وما بقى والو لشهر 5 وشهر 6 غالبًا غادي يكون البداية ديالو غادي دوّز الexam أولا غادي دوّز الامتحان، وتقول ما خصنيش ندير مجهود ونجيب الباك. إلا كنتِ كتفكر بهذه الطريقة هذه خصني نخرج ليك ونشدك ونعطيك شي سلخة ديال العصا مزيان، هاد الشي اللي ما كانوش عطاوها ليك والديك. ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش. يعني أنت وصلتِ حتى لهاد المرحلة هادي وبغيتي تزيد ترتاح، هذا دليل على أنك ما كنتِ كدير والو العام كامل. ما عليناش، نرجعوا. فعلًا ممكن أنك تجيب الباك بلا مجهود، ولكن إلا كنتِ ديجا درتِ واحد الخطوات اللي مهمة بزاف في الباك. هو الباك راه ساهل أنك تجيبه، ولكن أنا كندوي في هذا الفيديو مع الناس اللي كيدوزوا يعني الامتحانات ديال البكالوريا هذا العام، اللي كيكونوا كيبريباريو باش يدوزوا الامتحان. الله يوفق الجميع. ما هو نفسية وما هو بريباراسيون مهم بزاف. أنك توجد راسك نفسيًا وبيداغوجيًا باش أنك تقدر أنك تجيب الباك ديالك بأبسط طريقة. فباش تجيب الباك بلا مجهود كيتحقق بواحد الشرط لا غير. واحد شرط، ركّز معايا، واحد شرط لا غير. الشرط الوحيد هو أنك تكون واحد الإنسان اللي ديجا مشيتي مزيان ف اش كنسميوه ماشي الكامل كور وإنما كنسميوه المراقبة المستمرة. اسمحوا لي راه أنا شوية طوّلت على هاد القضية ديال الباك المراقبة المستمرة إلا كنتِ مشيتِ فيها مزيان في البكالوريا، وغادي نقول لك كيفاش تكون مشيتي فيها مزيان، وكيفاش ممكن تستدرك الأمر وتجيب الباك وأنت مرتاح. غادي تكون وصلتي لهاد المرحلة هادي، وفعلًا ما غاديش دير مجهود، ما غاديش دير واحد المجهود اللي كبير باش نكونوا يعني تكون الأمور واضحة وصريحة. وغادي تقدر أنك تمشي للامتحان وأنت مرتاح، غادي تقدر تجاوب على الأسئلة وأنت مرتاح، غادي تقدر أنك تجيب نتيجة مزيانة وأنت مرتاح، وفي آخر المطاف غادي تكون نجحتي وفي الدورة العادية وماشي في الاستدراكية. أشنو هما هاد الشروط تاع أنك تمشي في المراقبة المستمرة مزيان؟ واحد القالب اللي ما كيعرفوهش بزاف ديال التلاميذ اللي كيقراو في البكالوريا، هو أنه بزاف تاع الناس اللي كيكونوا باغيين يجيبوا الباك، يعني ما كندويش على الدراري اللي كيقراو مزيان مجدين تبارك الله عليهم، ولا اللي متوسطين. اللي متوسطين هما اللي كيكونوا كيطبقوا هذه القاعده. وانما كندوي على هادوك اللي ما مسوقينش وكيريحوا حتى الاخر، كيقول لك غادي نخلي البريباراسيون ديك شهرين ولا شهر. في اخر المطاف كتخليه كيقل كتلقاه كيقلصها لشهر اولا كيقلصها ل 15 يوم، ومستحيل مستحيل انه يجيبها في 15 يوم. يعني تبريباري الباك في 15 يوم وانت عندك بزاف ديال المواد، بزاف ديال الدروس اللي ممكن انك تراجعهم، خصوصا المواد العلميه. فالناس اللي طاحوا على القلب هو الناس اللي كيكون يلاه بدا العام، كيمشي خطوة بخطوة مع المراقبة المستمرة. أي تمرين عطاه لك الأستاذ، أي درس قريتيه كترد معاه البال. ماشي ضروري نقول لك تكون مجتهد لواحد الدرجة كبيرة وتجيب نقاط كبيرة ولا لا، مجرد أي درس دوزتوه تكون عارف المضمون ديالو، اشنو كاين في داك الدرس ولاش كيصلح داك الدرس وشنو خصنا نتعلمو منه. خذ 3 نقاط أساسية ولا 4 نقاط أساسية من داك الدرس، كون عارفهم، كون عارف كل درس 4 نقاط أساسية فيه، وبقى عاقل عليهم وعارفهم درس مورا درس. شهرين 3 شهور 4 شهور غادي تلقى راسك أصلًا في في لي زيكزام ديالك في الفروض ديالك غتكون كتجاوب مزيان، وغادي تاخد دوك النقاط كاملين وغادي تربطهم في دوك الدروس وفي دوك المواد اللي قريتي. غتلقى كل مادة فيها دروس متتالية، وداك الشيء غادي تلقاه مترابط بواحد الطريقة كرونولوجيًا مزيانة.
في الآخر ملي غادي تجي أنك تبريباري في الآخر ديال العام، يعني في ديك 15 يوم اللي غتكون بقات ليك، غادي تمشي غادي دوز على كل درس شنو كنت استفدت من هذا الدرس، النقاط الأساسية، شتي تكون كتقيد غير في مذكرة صغيرة، مذكرة صغيرة بلوك نوت صغيرة تكون كتقيد فيها 4 النقاط أساسية من كل درس. في الآخر ديال العام كون على يقين أنك غادي تلقى راسك ضابط كمية كبيرة ديال المعلومات، عكس إلا كنتي كدوز الدروس وما كنتيش عارف ولو نقطة وحدة علاش كيدوي داك الدرس، كتجلس حتى الاخر ديال العام كتولي كل درس كيخصك دير ليه تلاخيص ديالو، وكيخص تقلب ليه على جدادات ديالو، على نقاط أساسية وباش تقدر تفهم داك الشيء، وصعيب أنك تفهم كمية كبيرة دقة واحدة، راه إلا شدينا خوينا عليك برميل ديال الماء راه ماشي بحال لا خويتيه عليك بالشوفو ولا خويتيه عليك بميلونجور ديال الدوش، راه كاين فرق. آآ هذه هي النقطة الأساسية أنك تبدا من البداية ديال العام، ولكن في حين بقات لك شهرين ما طيحش في القالب ديال انك تبقى تقول بلاتي حتى يبقى شهر، بلاتي حتى تبقى 20 يوم، بلاتي حتى تبقى 15 يوم، راه هداك الدماغ ديالك راه غير كيقلص لك كيقول لك قلص ديك المده، راه غادي تقدر انك تواكب، راه ما يمكنش لك انك تواكب وتمشي مزيان وانت مرتاح، لا. شتي هاد شهرين هادي قسمها، رجع لدوك الدروس الاولين، حاول تفهم النقاط الاساسيه في كل درس، كل نهار طلع غير على ماده واحده، كل نهار شوف 2 دروس ولا 3 في كل مادة، الغد ليه شوف 2 دروس ولا 3 في كل مادة، وبقى لخصهم غير في بلوك نوت، غادي دوز غير شهر 4، غادي تلقى راسك في شهر 5 ضابط جميع المواد اللي عندك، وعلى ضمانتي ضابط جميع الدروس اللي عندك في كاع المواد اللي عندك، وغادي تمشي أنت مرتاح، وأهم حاجة أنك تكون مرتاح نفسيًا و سيكولوجيًا، وغادي تكون مرتاح أنك دوّز الباك ملي تكون مدوّز وفي ظروف مزيانة وعارف النقاط اللي عندك وكلشي مزيان ومرتاح، كون على يقين أنه غادي تخرج وغادي تمشي وغادي تكون جبتي نقطة مزيانة وغتفرّح الوالدة والوالد وهُما اللي للدار. وشوف الباك في آخر المطاف نقدر نقول لك ماشي هو كلشي، ولكن واحد المفتاح اللي غادي يدخّلك لبزاف ديال الحوايج. سير شد الباك ديالك وتبارك الله عليك، وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع واحد من صحابك اللي حتى هو غادي يدوز الباك هذا العام هذا، وكيهمو أنه يسمع نصائح. كنتمنى لكم التوفيق والتيسير، ونشوفوا جميع الناس اللي مجدين أنهم ينجحوا ويفرحوا والديهم إن شاء الله.